بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في مواجهة تصحيح الأوضاع. جدية وإصرار في تدريب الأهلي استعدادا لعودة الدوري. يختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة سيراميكا كليوباترا الجمعة ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز. ويركز الكابتن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق خلال المران الختامي على مراجعة الخطة التي عكف على تحفيظها للاعبين في التدريبات الماضية، بجانب شرح لطريقة لعب المنافس وكيفية اختراق دفاعاته من أجل التسجيل والسيطرة على مجريات الأمور بالمباراة. ويعقب المران الدخول في معسكر مغلق للمبيت ليلة المباراة، ويتخلله محاضرة فنية تتضمن شرح نظري للتكليفات الفنية من اللاعبين بجانب تحفيزهم على تقديم مباراة قوية لتصحيح الأوضاع مرة أخرى بعد كبوة المباراة الماضية التي شهدت تراجع في الأداء والنتائج. وينتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط محمد علي بن رمضان وأليو ديانج مروان عطية، وفي الهجوم أشرف بن شرقي، محمود حسن، تريزيجيه، وبرادي شار. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت أهم حاجة تصلي على النبي واللايك الجميل والاشتراك في القناة.